توكل على الله واسمعها من بخر الله. السلام عليكم ورحمة الله. العداوة يا جماعة أول مشاكل بين الأطراف وبين الأهل وبين الأخوة وبين الأصحاب. من حق ولدك اللي انت بتقدم له في مدرسة أو معهد وعاوز يطلع قد الدنيا، من حقه انه هو يطلع في جو نظيف. ازاي يطلع يلاقي ابوه معدي اخوه ولا معدي اخته ولا معدي ابوه، ولا يتعلم ازاي؟ المدرسة عندك، ال7 سنين اللي بيقضيهن عندك قبل ما يخش المدرسة، وهنا اللي بيخشن الهرد عنده وهو اللي بيتعامل بيهن، لاني اول ما بيتعلم الكلام بيتعلم عندك انت في بيتك. فانت ما توكلش ولدك وتشربه كره وجفاوة من هذا وهذا وعاوز يطلع احسن واحد، مستحيل. انما لو علمته وبتصلي قدامه وعلمت القيم والاخلاق، والله ان يطلع احسن واحد. انما المدرسة عندك تبدأ من بيتك انت، كما عودته هتلاقيه. وما عنديش ذنب، الذنب عندك انت، تشيلش ولدك الذنب لان انت اللي ربيت. اليوم الابهات يقعدوا قدام عويلهم ويهزروا وهني ويقولوا في كلام قدامهم، عافانا الله، الله المستعان.